السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح التفاؤل يا حبايب قلبي. بجد وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت بقدمه معاكم. النهارده ان شاء الله جاي لكم بروتين جامد جدا جدا وبروتين جميل، وان شاء الله تطلعوا من الفيديو بكل طاقة ايجابية باذن الله، وهتشجعي حبيبة قلبي بإذن الله تعالى. بجد وحشتوني وحشتوني والله. معلش أنا ما نزلتش فيديوهات الأربع أيام اللي فاتوا دول، لأن طبعا كان التليفون بايظ عندي يا حبايبي، وكنت طبعا بصلحه. فطبعا كان عندي الكاميرا الأمامية باظت، اللي هي الكاميرا اللي قدام اللي بصور بيها. وطبعا صلحته، لقيته يعني ايه اللي بيصلح التليفون عاوز 600 جنيه. تمام، فانا خليت محمد صلح لي بس الكاميرا اللي هي اللي ورا، والكاميرا اللي قدام طبعا قلت ما يبقى ربنا يعني كده يفرجها ان شاء الله عليا باذن الله، ابقى اعمل الكاميرا اللي قدام ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي قلبي، قبل ما نبدا بقى طبعا بقى الفيديو بتاعنا الجميل، نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك انا كل السامعين وكل حبيبي في كل مكان. وندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي لبنان وفي جميع البلاد العربيه، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك فضلا وليس امر. طبعا اللايك يا حبايب قلبي بيرفع الفيديو، بس مش يعني انا ما باخدش عليه فلوس. طبعا لسه يعني ربنا ما كرمنيش في القناه، ولسه يعني ما بنقول يا هادي وبنسمي بالله كده وبنقول يا هادي. فما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والكومنت الجميل بتاعكم اللي يشجعنا ويخلينا نكمل معاكم ان شاء الله يا احلى اخوات في الدنيا. يلا يا حبيب قلبي، يلا يا بنوتة يا جميلة يا حبيبة قلبي، تعالي كده تشجعي معايا يلا. وهاتي كده ايه قناة يومك احلى مع ام محمد، وهاتي كوباية المسكافيه بتاعتك او كوباية القهوة بتاعتك، وتعالي تشجعي معايا يا حبيبة قلبي. يلا تعالي بقى ايه، لو عندك شوية مواعين كده في الحوض او شوية اطباق في الحوض كده وشوية حلل وحاجات كده، تعالي افتحي على القناة بتاعتي وان شاء الله تشجعي معايا، وتعالي نغسل مع بعض طبعا المواعين بتاعتنا الجميلة دي. طبعا هتقولي المواعين دي جت كلها منين يا ام محمد؟ والله يا حبيب قلبي ده مواعين الفطار والعشاء. طبعا قلت عشان اعمل لكم الفيديو بتاعي، اعمل لكم فيديو كده وروتين قوي كده ان شاء الله، سبت مواعين العشاء طبعا مواعين الفطار، وقلت ايه اعمل معاكم روتين كده. ربنا يعيننا جميعا يا رب، وارزق كل مشتاق بالذريه الصالحه اللهم امين يا رب العالمين. وكمان يا حبايب قلبي انا سبت مواعين العشاء لان طبعا كالي تليفون. جه طبعا عمي ده يبقى ابن عم بابايا، فجالي خبر ان هو عمل يعني بعيد عنكم يا رب، ربنا كده يشفيه ويعافيه يا رب، ان هو عمل حادثه. فطبعا يعني ايه سبت كل حاجه وطلعت اجري، خدت ابو محمد ورحنا. طبعا ايه كان ابو محمد لسه جاي طبعا من مصر، وكان لسه واصل يا دوبك راح الشغل بتاعه كده يشوف الدنيا فيها ايه. وطبعا اتصلت عليه وقلت له تعالى، وطبعا ايه كانوا محولونه على مستشفى الازهر هنا في دمياط عندي. يعني هم راحوا مستشفى شربين هناك في البلد، وحولوه طبعا مستشفى الشربين، حولوه على مستشفى الازهر هنا في دمياط. طبعا عامل حادثه صعبه جدا يا جماعه، ربنا طبعا يشفيه ويعافيه يا رب، ويرجع ونرجع كده كده بيه مقبولين خاطر يا رب. واشفي كل مسلم وكل مريض فعلا يا بنات والله العظيم. الدنيا دي ملهاش اي لازمه، اقسم بالله الدنيا دي ملها اي لازمه. يعني البني ادم مبيبقاش عارف ايه اللي يتقطع عليه، يبقى لازم الكلمة الحلوة مننا، لازم من ما نخاصمش حد، ما نعاديش حد، لازم ان احنا يعني ايه فاهميني. إيه ربنا كده يجعلنا احنا مظلومين وما يجعلناش ظالمين، ربنا يجعلنا كده مظلومين دايما. انا عارفه ان انتوا هتقولي فيها طبعا، اللي هتقولي حماتي مبهدلاني، لا جوزي مبهدلني، لا ده جارتي عامله فيها كذا، لا ده فلانة الفلانيه. معلش يا حبايب قلبي نسامح، خلينا كده بنسامح يا ربنا بيسامح، احنا مش هنسامح. طبعا البني ادم بيطلع ما يبقاش عارف هو ايه اللي هيتقطع عليه يا حبيبي. يا عالم هيطلع تاني، يعني هو هيطلع يا عالم هيرجع بيته ولا مش راجع، يا عالم ايه اللي يتقطع علينا، يا عالم ايه اللي يتقطع على اولادنا. يبقى لازم مننا الكلمه الحلوه، إيه ناقل العمل الصالح يا حبايب قلبي. طبعا محدش واخد حاجه من الدنيا طبعا، اللي عمله بس انت اللي هتاخديه يا حبيبه قلبي معاكي، عملك اللي هتاخديه. حبايب قلبي بقى اللي بينزلوا في الكومنتات وبيكتبوا تعليقات، يعني ربنا يهديهم يا رب. وطبعا يعني يجي كده راجل محترم يكتب في الكومنتات يعني كلام، يعني المفروض الواحد يعني عيب عيب عيب
لان محدش اخد حاجه من الدنيا دي. يا اما تكتب تعليق يليق بيك، يا اما ما تكتبش. تمام. يا اما برضو البنوته اللي كتبت لي على التعليقات وبتقول لي الفيديوهات بتاعتك مش حلوه. يا حبيبه قلبي فيديوهاتي مش حلوه، ما تدخليهاش، ما تدخليش قناتي يا روحي. انا الفيديو بتاعي دخلتيه او قناتي دخلتيه وما عجبتكيش، اخرجي من غير ما تكتبي تعليق يضايق صاحبه القناه او يضايق اي حد، وسواء انا او غيري. يعني احنا مش انا مش الفيديو بتاعي مش عاجبك، خلاص اخرجي منه من غير ما تكتبي اي كومنت. ليه بقى؟ لان انت هتتحاسب على الكومنت ده. ليه بقى؟ لان انا طبعا مش هسامح اي حد، اي حد سواء بنت سواء ست سواء راجل سواء اي حد في الدنيا هيكتب لي تعليق مش كويس، مش هسامحه. هنقف كده بين ايادي الله كده يوم القيامه، واقول له يعني ربنا اقول له ده فلان عمل لي كذا. حبايب قلبي، يعني مش اول مره اقول لكم انا عامله قناتي دي باب رزقي، عامله قناتي باب رزقي. طبعا انا عارفه يعني هتقولوا لي طب جوزك ومخليكي تفتحي قناه؟ طبعا بجد جوزي ما كانش راضي ان انا افتح قناه، وانا كنت فاتحه قناه في المره، يعني كنت فاتحه قناه قبل كده قبل القناه دي، وطبعا يعني بقى زعلان ان انا عامله القناه وكده. بس هو عشان لاني حابه الحاجه دي فربنا هداهولي وقال لي خلاص. قلت له طب بدام انا طالعه محترمه، مادام طالعه الحمد لله ما فيش حاجه باينه مني، طالعه بما يرضي الله، إيه خلاص. طيب حبيبتي حبايبي بقى اللي يكتبوا لي في الكومنتات إيه لا ده انت اصل ازدالك إيه مش عارف ايه. طيب ماشي، الازدال لما هو ما يكون اما اكون انا مغطيه رجليا وانا بسيق عندي وطالعه على كاميرا وطالعه عارفه ان الدنيا كلها تشوفني، ابقى طالعه مستوره. تمام. ابقى انا طالعه مستوره، ما بقاش طالعه مبينه رجليا، ما بقاش طالعه ايه تكتب لي في الكومنت وتقول لي يبقى ارفع لي الزدال شويه. طب وليه؟ ليه؟ ليه؟ بصوا يا حبايبي، اللي بيعمل حاجه بتقعد له، سواء في بنتك سواء في زوجتك سواء في بيتك سواء في امك سواء في اختك، اللي بيعمل حاجه بتلف الايام وبترجع له. شوف انت ظالم مين او شوف انت مزعل مين. الدنيا مش مستاهله خالص، والله العظيم الدنيا ما مستاهله يا بنات، او مش مستاهله يا اخواتي، مش مستاهلين ان انتوا تكتبوا تعليقات ما هياش كويسه او ما هياش حلوه، وانتوا مفكرين ان تعليقاتكم دي هتخليني ان انا اقفل باب رزقي. لا مش هقفل باب رزقي طبعا، مش هقفل باب رزقي. مادام انا طالعه بما يرضي الله، طالعه باحترامي وطالعه بادبي وما بغلطش في حد، يبقى خلاص اللي يغلط يغلط. بص مش هسامح اي حد، انا مش هسامح اي حد. يعني الراجل طالع كان يعني عند يعني احنا ناس فلاحين، عمي ده طالع كان رايح يصلي، يعني هو كان رايح يصلي طالع من غيته او من الارض بتاعته واخد بعضه ورايح يصلي في الجامع. قامت وهو ماشي راكب العجلة راح عشان ماشي راح يصلي، قام واحد جايب عربية قام شايطه، يعني طار من على العجلة. فشفت الدنيا مش مستاهلة ازاي؟ والله ما هي مستاهلة ان حد فيكم يكتب كومنت مش حلو، ان اي حد فيكم يزعل جاره، ان اي حد فيكم يزعل اخته، اي حد فيكم يزعل اخوه. ما حدش واخد منها حاجة يا حبايبي، والله ما حد ياخد منها حاجة. فربنا يجعلني مظلومة وما يجعلنيش ظالمة. ربنا يجعلني يا حبيب قلبي ايه مظلومه، ما يجعلنيش ظالمه. ربنا يهديكم يا اللي بتكتبوا تعليقات مش كويسه او ما بكون فاتحه البث تلاقوهم داخلين بحسابات، برضو الله يهديكم. انا يعني اللي انا اقدر اقوله ان ربنا يجعلني مظلومه وما يجعلنيش ظالمه. تمام. وانا عمري ما هقفل القناه وعمري ما هقفل باب رزقي. تمام. قولوا تمام يبقى تمام ان شاء الله. معلش يا حبايبي انا قلت بس افوق اخواتي اللي ما عندهمش ضمير، اللي ما عندهمش ريحة الاسلوب، اللي ما عندهمش ريحة الكلام. فربنا يهديهم ويعافيهم يا رب ويعفى عننا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا يا ولاد ندخل على الفيديو بتاعنا بقى. معلش ما عرفتش اقول لكم بقى، يعني والله من الخبر اللي انا سمعته امبارح مخليني يعني بصوا ما اقولكوش، والله العظيم تعبانه نفسيا، مراته وولاده يعني بصوا ما اقولكوش متبهدلين من غيره. فربنا يا رب كده يرجعوا بيه كده مجبورين الخاطر، ويشفي كل مسلم وكل مريض، ويحسن ختامنا وختام المسلمين جميعا. اهم حاجه دي، اهم حاجه ربنا يحسن ختامنا، اهم حاجه حسن الخاتمه.
اهم حاجه حسن الخاتمه يا حبايبي. ممكن وانت بتكتب تعليق، او ممكن انت بتشتم جارك، او ممكن وانت بتشتمي جارتك، او ممكن وانت ده ممكن تموتي على ديك على كده، يعني ممكن تموتي على كده. يبقى احنا نموت على معصيه ليه يا حبايبي؟ يبقى احنا نموت على يعني على كلمه حلوه. وكمان البني ادم ملوش الا سيره. يعني مثلا لما انت تتوفى الله يعني ربنا يا رب يدي كل واحد طول العمر ويخليه لاولاده، سيرتك اللي هتبقى موجودة، او سيرتك هي اللي هتبقى موجودة. اه يقول لك ده فلانة الفلانية والله العظيم ده كانت محترم، لا ده ما شاء الله عليها ما كانش بتزعل حد منها، ده كانت ست اسلوب وكلام. يعني سيرتك هتفضل موجودة حبيبتي، سيرتك هتفضل موجودة. يعني يعني بجد ما حدش اخد منها حاجة والله يا حبايبي، والله ما حد اخد منها حاجة. فالحمد لله، وربنا يحسن ختامنا وختام المسلمين، واسترها معانا ومع بناتنا يا رب. ربنا يسترها معاهم يا اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا نظفت البيت يا حبايب قلبي، انا فتحت لكم كده وريت لكم المنظر الجميل اللي هو منظر البلح والنخل، وربنا يا رب يبارك لاصحابه. ودخلنا طبعا كده على المطبخ بتاعنا، شطبنا المطبخ بتاعنا وغسلنا مواعيننا، مسحنا بوتاجازنا. طبعا انا عندي اكل بايت ما طبختش، كنت انا عامله لحمه وعامله بطاطس بدمعه وعامله رز، فكان عندي اكل بيت يا حبايبي. طبعا ما كنتش عارفه اصور لكم الايام اللي فاتت دي، لان زي ما قلت لكم انا طبعا كنت منزله على المنتدى ان انا تليفوني طبعا عطلان وبايظ، وكنت فاتحه بس مباشر من تليفون محمد. فربنا يرزقنا جميعا ويهدينا ويهدي اولادنا ويهدينا جميعا يا رب العالمين، ربنا يهدينا جميعا يا حبيبي. طبعا انا بسجل لكم والله العظيم، ولسه الغساله شغاله على الدور اللي انا حطيته معاكم في التصوير. يعني الغساله دي طبعا بتغيب، هي كانت طبعا بايظه عندي، فجبت واحد يعني بيصلح غسالات وكده، فجبته وصلحها لي والحمد لله. فربنا يعيننا جميعا يا حبايب قلبي، واسترها معانا ويعين على اولادنا ويحفظهم لنا كده. وطبعا انا معرفتش اصور لكم طبعا برضو اول يوم دراسة للولاد، معرفتش طبعا اصور، فمعلش اعذروني يا حبايب قلبي. وطبعا الايام جايه كتير، وان شاء الله نعمل مع بعض حاجات جميله وحاجات حلوه. بس بالله عليكم بالله عليكم اللي يكتب كومنت يعني كده تشجعونا، يعني تشجعونا يا حبايبي بالله عليكم. واللي ما يرضاش حاجه على اخواته او على قرايبه ما يرضوش على الناس يا جماعه، ما يرضوش على الناس. مش عاجبك قناتي يا حبيبتي او مش عاجبك قناتي، روحي للقنوات اللي هي التانية اللي ربنا يعافينا ويحفظنا يا رب. الحمد لله احنا طالعين مستورين، روح لهم وقول لهم الكلام ده. سواء احنا في بس بنطلع محترمين، سواء احنا برضو في قناة في تصوير بنطلع محترمين. متعرفش ان التصوير ده بيطلع عين الواحد؟ متعرفش ان التصوير ده بياخد وقت طول النهار تصوري؟ تعرفي ان التصوير ده بياخد وقت منك ومن ولادك، زي اكنك فاتحه محل بالظبط، او زي اكنك بالظبط رايحه وظيفه. وطبعا يعني ما انتش عارفه توفقي ما بين بيتك ومش عارفه توفقي ما بين وظيفتك. يا اما وظيفتك هي اللي تاخد منك حياتك، يا اما بيتك هو اللي ياخد منك حياتك. فلازم بكون يعني طبعا اللي بتبقى موظفه دي طبعا بتطلع من الصبح ما تروحش بيتها على الاخر، يعني على العصر ما بتخلص بتروح تشوف مصالح بيتها، فطبعا بيبقى اليوم كله طار، فاهمني؟ فربنا يعيننا حبايبي ويرزقنا جميعا. وبالله عليكم ما تنسوا اللايك، اللايك هو اللي بيرفع القناه. يعني لو بتحبوني وحابين لي الخير دوسوا اللايك يا حبايبي، وشاهدوا الفيديو للاخر، شاهدوه مع اخواتكم كده مع حبايبكم مع اصحابكم. ويعني والله العظيم يعني احنا بنعمل روتينات ديت يومنا، يعني دي روتين يومي، روتين يومي يعني بشجعك. بيبقى ساعات كل واحدة فينا ما بتبقاش قادرة ان هي تقوم تعمل حاجة، بيجي علينا وقت ما بنقدرش، بيجي علينا وقت نفسيتنا بتتعب، اللي بنبات فيه بنصبح فيه. فانا والله العظيم بديلكم طاقة ايجابية يا حبايبي، بديلكم طاقة ايجابية والله. فربنا يعيننا جميعا يا حبايب قلبي يا رب، واسترها معاكم واسترها مع اخواتي مع حبايبي في كل مكان. طبعا انا روقت طبعا الركنه كانت متبهدله شويه عندي، سبتها طبعا روقتها كده ونضفتها وخلتها ما شاء الله فله شمعه منوره، خلتها يا بنات ايه فله شمعه منوره. طبعا كانت بقى ايه في الوقت ده نهى اجت من المدرسه، واجت بقى جايه تعبانه بقى وجايه هبطانه ومش قادره يا ماما، وبصوا لقيتها بقى فاهمني،
فربنا يعيننا ويعينهم يا رب، ويعين اولادنا، ويجعلها كده سنه سعيده وسنه كده مجبوره الخاطر لهم يا رب، ونشوفهم كده احسن من الدنيا كلها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. شلت طبعا كده، خليتها شالت الحاجة اللي بتاعتها كده، كانت قلعت الكوتشي بتاعها والشراب بتاعها وكده، فشلتهم وجبت طبعا كده المقشة، وقلت ايه يا حبايبي نكنس كده الركنة معانا. طبعا البلاط عشان انا شايلة الفرشة، وطبعا البلاط ده عاوز على طول كنيس، يعني مش مرة واحدة بس كده في التصوير ده بكنسه، لا ده والله العظيم ممكن اكنس عندي الصالة دي عندي ممكن في اليوم 3 مرات او 4 مرات في اليوم، وبمسحها دايما على طول، يعني دايما على طول اجيب الشرشوبه واجيب منظف او اجيب اي حاجه عندي وبمسحها. فاهميني؟ يعني لو قعدنا نصور لكم اليوم بتاعنا كله في الفيديو بصوا هتزهقوا مننا، اه والله العظيم. فيلا الحمد لله حبايب قلبي، الحمد لله ربنا يديم علينا الصحة والعافية وراحة البال، ويهدينا أولادنا ويرزق كل مشتاق بالذرة الصالحة يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا بوسي اللي بتطلع معايا في كل فيديو والله يا بنات بتطلع معايا في كل فيديو، مش عارفة أوديها فين. طبعا بقى كده يا حبايبي ايه, لفيت كده الكاميرا للجزء التاني ده من عندي دخلة المطبخ كده وأوضة الولاد كده، وقلنا برضو ننضف الحتة كده كده ونخليها ايه، نخليها نضيفة كده. جبنا برضو المقشة يا حبايبي وايه، كنسنا برضو كده. انا عارفة ان الكاميرا مش مظهرة قوي، بس معلش يا حبايبي يعني اعذروني والله العظيم. كان في الحتة الاخرانية دي كان في تراب بقى ومن هرس الولاد ونجي يوم طبعا من الشارع وكده، وطبعا في مدارس بقى ودروس فربنا يعينهم يا رب. كنستها كده يا حبايبي. طب وبرضو همسحها، هجيب كده طبعا الشرشوبة كده برضو وامسحها برضو معاكم. طبعا انا بسجل لكم والعصر بيأذن، العصر بيأذن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا كنت هنا حبايبي جبت الجردل بقى بعد ما انا خلصت كنيس، وحطيت طبعا كده حبه بريل كده او حبه اي حاجه عندك موجوده عندك في البيت، معطر، حبه في بتاع بريل كده، حبه اريال، اي حاجه حبايبي، المهم ان هي تبقى ايه ريحه حلوه، تدي ريحه حلوه. جبت طبعا الشرشوبه كده ومسحت البلاط، عشان طبعا الولاد ايه، انا طبعا على طول بمسح الصاله دي على طول بالشرشوبه، لان طبعا الولاد بيبقى جاي من بره، وطبعا عشان البلاط مش مفروش، فطبعا تلاقيه ايه بيبط على طول من رجليهم. فجبت كده الشرشوبه وطبعا ايه مسحت. معلش يا حبايبي الفيديو ده هينزل لكم متاخر شويه يا اخواتي، يعني الوقت الساعه 4:15 العصر، هي ممكن ينزل لكم على 6 أو 7، يعني تبع الفيديو يا حبايب قلبي، يعني تبع قصدي اللي هو الواي فاي، يعني تبع الشبكة. ليه؟ لأن لما باجي أنزل الفيديو بيقعد معايا مسافة طويلة جدا على ما بينزل، فمعلش هو الفيديو ده هيتأخر، يعني هينزل لكم متأخر شوية، فاعذروني يا اخواتي. طبعا أنا داخلة على دور، يعني دور برد جامد، فربنا يشفينا وعافينا يا رب. وعايزة بقى كلمة حلوة كده منكم، بالله عليكم بالله عليكم سواء أخ أو أخت، بالله عليكم كومنت حلو كده منكم تشجيع، بالله عليكم. طبعا مسحتها أول مرة يا حبايبي، وقلت طبعا إيه أرجع تاني أعيد عليها تاني. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مسحت طبعا الجزء ده من الركنة، وقلت برضو أمسح الجزء إيه، الجزء التاني من الصالة. طبعا أنا عندي الصالة كبيرة جدا ما شاء الله، يعني ما شاء الله المساحة بتاعتها كبيرة، يعني أنا عندي الركنة بتاعتي دي 9 متر، عشان إن أنا ألاقي لها بتاع اللهم صل على النبي قولوا معايا يا بنات، بتاع اللي هو اللي بيبقى يتحط على الركنة ده اسمه ايه، بنسى اسمه والله، فما بلاقيهوش، ما بلاقيش المقاس بتاع ركنتي، ما بلاقيش المقاس والله. فيلا الحمد لله.
الحمد لله على كل حال يا بنات. مسحنا كده يا بنات، ودي طبعا بعد ما خلصنا الريسبشن او الصالة. يلا يا حبايب قلبي، اسيبكم في رعاية الله وحفظه، واستنينا في فيديو جديد بإذن الله. ومع ألف ألف سلامة يا أحلى أخوات في الدنيا. السلام عليكم.